أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي، إزاي نقدر نتواصل بشكل أحسن. في الدقايق اللي جاية دي هنكتشف سوا خطوات بسيطة تخلينا كلنا متحدثين أفضل، كلامنا يكون مؤثر ومقنع أكتر. يا مين فينا ما حصلوش الموقف ده؟ إننا نقول كلمة كده وبعدها على طول نندم ونقول يا ريتني فكرت لحظة قبل ما أتكلم. كلنا أكيد مرينا بالإحساس ده. طيب الموقف المحرج ده هو بالظبط اللي هنبدأ بيه كلامنا النهاردة. طيب عشان ما نوقعش في الموقف ده تاني، أول خطوة لازم ناخد بالنا منها هي إزاي بنفكر. الموضوع مش مجرد تفكير عادي وخلاص، لأ، إحنا محتاجين ننقل تفكيرنا لمستوى تاني خالص، مستوى اسمه التفكير النقدي. طبعا كلنا بنتكلم ساعات قبل ما نفكر، دي طبيعة بشرية. بس المهارة دي، مهارة التفكير النقدي، لما بنتعلمها بتفرق معانا في كل حاجة حرفياً. مش بس في الشغل مثلاً وإحنا بنحل المشكلة، لأ، دي بتنفعنا في حياتنا الشخصية، في قراراتنا المهمة. هي دي الحاجة اللي بتعمل كل الفرق. طيب جميل، بس إيه هو بالظبط التفكير النقدي ده؟ يعني إيه الكلمتين دول؟ يلا بينا نفصص المفهوم ده حتة حتة عشان نفهمه صح. بصوا، الموضوع ببساطة شديدة هو المستوى الأعمق من التفكير. يعني بدل ما بنشوف معلومة ونصدقها على طول، لأ، التفكير النقدي بيخلينا نقف لحظة ونسأل: إيه الدليل على الكلام ده؟ هل كل الأدلة بتقول نفس الحاجة؟ هل في تحيز في الموضوع؟ لما بنبص للأمور بموضوعية بالشكل ده، هو ده بالظبط جوهر التفكير النقدي. والحلو في الموضوع إن المفهوم اللي ممكن يبان كبير ده نقدر نبسطه في 3 خطوات عملية وسهلة. أول حاجة، نعتمد على المنطق والأدلة مش بس مشاعرنا. تاني حاجة ودي مهمة جدا، إننا نعترف بتحيزاتنا الشخصية، يعني الأفكار المسبقة اللي ممكن تخلينا مش شايفين الصورة كاملة. وآخر حاجة، إننا نفضل دايما منفتحين ومستعدين نسمع أفكار جديدة ومختلفة. ال3 خطوات دول هم الأدوات بتاعتنا اللي هنستخدمها كل يوم. تمام قوي. كده احنا فهمنا الأساس، نفكر إزاي. طيب بعد ما الفكرة بقت واضحة في دماغنا، الخطوة اللي بعدها هي إزاي نطلعها في شكل جملة دقيقة ومفهومة. هنا بقى بيجي دور القواعد، هي اللي بتدينا الهيكل أو الأساس اللي بنبني عليه كلامنا عشان يكون واضح ومحدد. ولو هنتكلم عن القواعد، في نقطة معينة كده بتلخبط ناس كتير: إزاي نتكلم عن حاجة بنعملها كل يوم كروتين وحاجة تانية بنعملها دلوقتي حالاً كاستثناء. دي نقطة مهمة جداً في استخدام الزمن الصحيح. خلينا نبسطها خالص. زي ما شايفين كده عندنا زمنين: المضارع البسيط، وده اللي بنستخدمه عشان نوصف الروتين بتاعنا، الحاجات اللي بنعملها بانتظام. والناحية التانية عندنا المضارع المستمر، وده بنستخدمه لما نكون بنتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي بالظبط أو حاجة مؤقتة. الفرق ممكن يبان صغير، لكنه في الحقيقة بيغير معنى الجملة كلها، وفهمه هو مفتاح الدقة في الكلام. والمثال ده بيوضح الفكرة بشكل عبقري. في الصورة الأولى بنقول I usually drive to work. أنا عادة بسوق للشغل. ده روتين، عشان كده استخدمنا المضارع البسيط. لكن بصوا على الصورة التانية: But today I'm walking. النهاردة بس أنا ماشي. ده استثناء، فعل بيحصل دلوقتي، فعشان كده استخدمنا المضارع المستمر. شايفين الفرق بقى واضح إزاي بالصور؟ حلوة جدا. احنا كده بنينا الأساس، فكرنا صح وبنينا جملة سليمة. دلوقتي وصلنا للمرحلة الممتعة بقى، مرحلة التزيين. ازاي نخلي كلامنا مش بس صح، لا، كمان يبان طبيعي وملون وجذاب. هنا بيجي دور المصطلحات أو الإيديومز. المصطلحات دي عاملة زي الأمثال الشعبية عندنا في العربي كده. أي حد بيتكلم إنجليزي كلغة بيعرف وبيستخدم آلاف منها. المهم نعرف إنها مش بتترجم حرفياً أبداً، لكنها بتدي للكلام حياة وبتخليه غني أكتر بكتير. تعالوا ناخد كام مثال سريع كده عشان الفكرة توصل. أول واحد معانا ومشهور جدا هو piece of cake، يعني حرفياً قطعة كيكة. طبعاً مش ده المعنى. المصطلح ده معناه إن حاجة سهلة جدا، زي ما بنقول بالعربي سهلة زي أكل الجاتو. طيب المصطلح اللي بعده بيوصف حالة ممكن نكون بنمر بيها كتير: sit on the fence، يعني يقعد على السور، والصورة شرحة نفسها تماماً. معناه إن الشخص محتار، بيتجنب ياخد قرار أو يختار صف معين. وآخر مثال معانا النهاردة هو face the music، يعني حرفياً يواجه الموسيقى. وده معناه إن الشخص لازم يواجه عواقب أفعاله ويتحمل مسؤولية حاجة وحشة عملها. وده بيورينا قد إيه المصطلحات دي قوية وممكن تعبر عن فكرة كاملة في كلمتين 3 بس. طيب بعد كل اللي قلناه ده، إحنا كده جمعنا مع بعض مجموعة أدوات مهمة جدا، خلينا نعتبرهم صندوق أدوات التواصل الجديد بتاعنا.
يعني الخلاصة كلها إيه؟ الرحلة ليها 3 محطات أساسية. بنبدأ بالتفكير النقدي والعميق، بعدها بنستخدم القواعد عشان نعبر عن أفكارنا دي بدقة وبوضوح، وفي الآخر بنضيف اللمسة الجمالية بالمصطلحات عشان كلامنا يبان طبيعي وجذاب. هي دي بالظبط خريطة الطريق. والسؤال الأهم بقى دلوقتي، بعد ما عرفنا الأدوات دي، إيه هي أول أداة هتبدأوا تستخدموها فعلاً من صندوق الأدوات الجديد ده؟ التفكير النقدي؟ استخدام الأزمنة صح؟ ولا هتبدأوا تدوروا على مصطلحات جديدة؟ الأهم إن الرحلة تبدأ من النهاردة.